ونختم من ولاية إن صالح، ومع بداية موسم الاصطياف وبهدف تنمية السياحة الداخلية انطلقت تظاهرة العلاج بالحمامات الرملية في نسختها السابعة ببلدية فقار تزوى، التي تنظمها الجمعية السياحية الشبابية للمحافظة على التراث، وتستخدم الرمال الساخنة لعلاج الكثير من الأمراض. تفاصيل الموضوع مع أحمد بن مسعود. العلاج بالحمامات الرملية طريقة استعملها العرب قديما في العلاج الطبيعي، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الرمال الموجودة في الصحراء تعتبر أحد أنواع العلاج البيئي أو الطب البديل، مهمة أخذتها على عاتقها الجمعية الشبانية السياحية للمحافظة على التراث في تظاهرة سنوية حملت شعار صحة طبيعية وسياحة. طريقة نتاع العلاج بالحمام الرملي، عندما يجينا المريض نقيسوا له لا طونسيون، الا كان الضغط نتاعو طالع ما نقدروش ندفنوه، الا كان الضغط نتاعو مليح نوجدوه، نحفروا ليه حفره على حساب الجسم نتاعو ونحطوه فيها نريقلوه وندفنوه. فيه اقبال من تقريبا 58 ولايه، راهم يجونا الزوار، يجونا من سطيف، من عنابه، من بسكره. التي انا شخصيا اعاني من هذه الامراض، واصبح هذا اليوم بمثابه لي يعني كعيد انتظره كل سنه. فوائد نتاع الحمام الرملي المفاصل، الروماتيز، وماذا بيا يكونوا رجال كبار في السن يتقدموا الى حمام الرملي، راه فيه فوائد كبيره. اهتمام كبير توليه السلطات المحلية لمثل هذه المبادرات التي تندرج ضمن التنوع المنتوج السياحي الحموي من خلال الإشراف على هذه التظاهرة. برها ولاية صاعدة تسجل مؤشرات جد إيجابية من خلال سواء كان الاستثمار السياحي من جهة، وكذلك من خلال الترويج إلى الوجهة السياحية، ونحن نتطلع إن شاء الله إلى مستقبل زاهر. بلدية فقار تزوى بلدية ترحب بالجميع، ونحن مستعدون لاستقبال جميع المواطنين، لا لشيء إلا من أجل التداوي بالحمام الرملي. التظاهرة كانت فرصة للحرفيين لإبراز منتوجاتهم، وعروض فلكلورية قدمت وسط حضور للعائلات في فصل الصيف.